كله حاسس ان في حاجه كبيره جايه بس محدش عارف امتى. نوصل لاخر الماتش والناس خلاص بدات تحجز في دماغها الوقت الاضافي، وفجاه صفاره الحكم بتعلن عن ضربه جزاء للجمهور. ضربة الجزاء دي لمين؟ للنادي المغربي. مش اي ضربة جزاء، دي في اخر دقيقة في المباراة، اخر نفس، اخر امل. الملعب يولع وفرح هستيري من ناحية وغضب مكبوت من ناحية تانية. لعيبة السنغال اتجننوا لدرجة انهم اعترضوا وطلعوا وما كانش عايزين يكملوا المباراة. والجمهور المغربي كان مبسوط لدرجة ان الجمهور المغربي كان مش مصدق ان هم خدوا ضربة جزاء في وقت زي ده. ولاعيبة السنغال مش مبطلة اعتراضات واشارات وكلام في لعيبه بترفض تكمل. اللحظه دي كانت اخطر من اي كوره، لان لو السنغال مشيت القصه مش هتخلص هنا بس، ده كمان يبقى في عواقب فيما بعد، وغير كده القصه ما اكتملتش. المدرب يشد واللعيبه بتتكلم والحكم ثابت، تحس ان الكرة كلها واقفة مستنية القرار. وفي وسط العاصفة دي يطلع ساديو ماني واقف هادي، ولا صريخ ولا اعتراض.